مساء النور عادل، تحيه ليك، تحيه للولاد الكل في البلاتو، تحيه للناس تسمع فينا تابع فينا على قناه الحوار التونسي. في ظروف المباشره كما قاعد تشوف عادل، انقطاع التيار الكهربائي لهنا في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله في الرباط. مشاكل بالجمله قبل انطلاق المباراه تدور في اجواء ممطره جدا، امطار غزيره وغزيره جدا في ملعب المباراه. الملعب زاد كيف خلينا نحكي لكم عليه بسرعه عادل. ملعب صغير معناتها ما فيش ضغط، تدخل من الشارع تلقى روح طول في الجرادان، حتى باش تلقى بلاصه تخبى فيها الجماهير ماهيش موجوده. كيف بالنسبه للصحفيين بون لا سال دو كونفيرونس كما تراو الضوء مخصوص علينا ونخدموا بطرق نتاعنا الشخصيه اللي قاعدين نحاولوا نتعاملوا معاها. الحضور الجماهيري منذ قليل. يعني حمزه انت الان، حمزه بعد اذنك، انت الان في المركز الصحفي في ملعب المباراه. بالضبط، قاعدين نشوفوا معايا في المركز الصحفي ظروف العمل بالنسبه للصحفيين في المباشر. نخدموا الناس كل في الظلام، قاعدين انقطاع تيار كهربائي لهنا في الملعب الاولمبي مولاي عبد الله. كيف برشا حاجات اون روتار بالنسبه للتوسكي لوجيستيك بالنسبه للمباراه اليوم. عادل اللي خلتنا بوتيتر حتى في ظروف العمل بوتيتر برشا صحفيين ما همش يخدموا في ظروف طيبه ولا مرتاحين. ما نحكيلكش على مشاكل لوجستيه اللي بدات كان اليوم في المغرب من تنقلات الصحفيين وغيره، من برشا حاجات قاعد يتعرض لها الطواقم العالميه اللي في العمل في المغرب. نفس الشيء بالنسبه لجماهيرنا. الجماهير مع تجربه التذاكر اللي موجوده كان على الابليكاسيون ولا الموقع افكون تيكت قاعد يعمل في برشا مشاكل، يخلق برشا مشاكل جماهيرنا اللي يلقاو رواحهم مثلا كي يقص تيكي ويلقى فيها بلوكاج ما يلقاش مع شكون باش يتواصل، يقولوا له كلم السيبور على الابليكاسيون. ما فماش دي فونت بيي هنا في دي كيشي في الملاعب. مثلا الناس اللي جات وما عندهاش لي تيكي ولا صايره مشكل مع الابليكاسيون تاعها ما تنجمش تدخل للمباراه. صعوبات كبيره قاعدين يتعرضوا لها اليوم الناس بتتر الجماهير والا حتى الصحفيين اليوم في التعامل في كاس افريقيا. على كل هذا كل ان شاء الله ما يمنعش اليوم باش ننتصروا وتكون مباراه كبيره بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. كنت نسمع فيكم تحكيوا على التشكيله، خلينا ناكدوا التشكيله اللي باش يكون فيها ايمن دحمان في حراسه المرمى، باش يكون يان فاليري على المدافع ايمن وعلي العبدي مدافع ايسر. ثنائي محور الدفاع باش يكونوا ديلان برون ومنتصر الطالبي، قدامهم ثلاثه لاعبين اللي هما الياس الصخيري وقدامهم فرشاني ساسي وحنبال المجبري. بالنسبه للمهاجم الايمن باش يكون ياسر العاشوري، مهاجم ايسر باش يكون الياس سعد، وراس حرب المنتخب اليوم هو حازم المستوري. هذه التشكيله اختارها الكوتش سامي الطرابلسي. بالنسبه للجماهير عادل العدد مش كبير، يمكن تقريبا نحكيو على 1500 2000 باش يكونوا موجودين. كما قلنا الملعب زاد نوصف لك الملعب من داخل الملعب قاعدين نشوفوا فيه هو انكس نتاع الملعب الكبير والمركب مولاي عبد الله اللي يزيد 69500. هذا ملعب يزيد 18 ولا 19000. تيران كله عريان تقريبا معناتها حتى الجماهير فما بارتي تخبيو فيها جماهير توانسه مخبيه ومحميه فيها جرادام سقف. بقيت الملعب كله عريان، على ذاك ماناش نشوف عدد كبير نتاع الجماهير حاضره. بالنسبه للتوانسه كيف كما قلت برشا دي ديفيكولتي لقاوها على المواقع باش يرفعوا التذاكر، وشفت برشا ناس وعيناهم لبرا